الشخص اللي بيكرهك من غير سبب، كل واحد فينا عنده الشخص ده في حياته. اول ما بتقابله في مكان تلاقيه باصص لك بنظرات كده مش مريحه، او تحس ان هو اتخنق كده لمجرد وجودك في المكان. يعني بالبلدي كده هو مش طايقك خالص، مع انك حرفيا ما عملتلوش حاجه. طب ليه؟ ركز بقى معايا، لان الكلام اللي هقوله هيفرق معاك جدا. اول حاجه لازم تفهمها ان مشكلته مش معاك اصلا، مشكلته مع نفسه. احيانا الشخص بيكرهك لانه هو شايف فيك حاجه مش قادر يعملها لنفسه. ما تحاولش تثبت له اي حاجه ولا ترد على كرهه، لانك كل ما حاولت تثبت له انك مش الشخص اللي هو متخيله، كل ما زاد كرهه ليك اكتر. اتعامل معاه اصلا وكانه مش موجود. الناس اللي دايما بتكرهك عايزين يشوفوك متضايق، لكن لما تتعامل معاه عادي كأنه شخص عادي هتحسسه ان هو اللي عايش في وهم، وساعتها هيبدأ هو اللي يتضايق مش انت. عايز بقى تربكه وتلعبه؟ احترمه قدام الكل. دايما الشخص اللي بيكرهك لو لقيت بتعامله بطريقة محترمة قدام الناس هيرتبك وهيقعد يفكر، وانا ليه بعامله كده وليه مش قادر اتجاهله، وهيبدأ يشك ان هو اللي عنده مشكلة. واهم حاجة ما تخليش كلامه يأثر عليك، ركز على نفسك وبس. خليك فاكر ان الناس ما بتكرهش غير الشخص اللي مؤثر فيهم. عمر ما حد اتكلم على شخص مش مهم، ودايما خليك واعي وخليك سابق بخطوة.